إذن أحبتي نعود أيضا إلى علي هذا الفتلاوي. لو تريد نسمع شاعر شو تقول أنت؟ أنا أفضل أنه نسمع أكثر من علي هذا الفتلاوي، لأن عادة علي هذا الفتلاوي بالأماسي دائما ما يكون مشاعر، دائما ما يكون خدوم في الأمسية، فاليوم خلينا نستغلها ونسمع من عنده. على راسي. إن شاء الله. نقول لو ردت أنا أجيك، لو أحكي عنك جا طيحت وجهين مو قصة منك. معلوم مصطفى. هاي مقصود أحمد عودة مو بها؟ يقول اللي يحكي على الصحبان لو يحكي على الجار، لا اللي يحكي على الصحبان لو يحكي على الجار، هذا بغلات السوق ما يسوى دينار. تمام. نقول ما انام الليل بس حصرونين، وادع من ربي يفرجها الصبح، هذا دولاب الوقت فر الحياة، رجع أهل الخير والظالم ربح، يا طريق الزين احتران بيه، واللي يمشي أعوج بالعجل خير طفح، أنا عشت بضيم ما عاش اليتيم، وكان قلبش ما حزن كل السمع، هذا طبع الدنيا لو بس أنا هيج، دون كل الناس صابتني برمح، ومو جرح جرحين حتى شفوا طيب، صرت كل جروح مليانة بملح، المنشك الحال مو دايخ بقيت، وحتى وقت وياي ما يقبل صلح، يا حريم على الوقت يلوي الفقير، ما يروح على النذل كيف نوكح، وانا سامع من صغر هذا المثال، ما يأذي الجرح بس راح الجرح، ما يأذي الجرح بس راح الجرح. إذن كانت قصيدة مميزة للشاعر علي هذا الفتلاوي، ضمن بها بيتا عظيما لا يؤلم الجرح إلا من به الألم، وأيضا وضع فيها رمزا خلقيا، قال أن الذي يؤذي الجار أو يؤذي الصديق لا يسوى شيء في السوق الخلقي. إذن أحبتي الوقت داهمنا ووصلنا إلى أو شارفنا على ختام الأمسية، لذا دعوني بما أننا نحن نحتفي بشاعر طيب القلب، نحتفي بشاعر خدوم، لذلك يجب أن نجمع بين الاثنين، فدعوني أطلب من وقتكم قليلا وأقدم شاعرا طيب القلب وخدوم أيضا أنا وأنتم الأستاذ محمد عبد الزيد الكعبي. السلام عليكم ورحمة الحضور. بالبداية أحب أن أوجه جزيل الشكر للأستاذ الشاعر والإعلامي عباس رفيعي، وأقول إحنا مثل ما عودتنا جمعية الأدباء الشعبيين على الاحتفاء بشعرائنا، فهذا اليوم طبعا نحتفي بالشاعر الإنسان الخلوق المعطاء علي هادي الفتلاوي، وأتمنى له كل التوفيق. راح أقرأ قصيدة على السريع، أقول بها: غبر طباعنا ومزروع بينا الخوف، غبر طباعنا ومزروع بينا الخوف، ونظرات الموادع للي يحب تقتل، رسمنا دروبنا خطوات المودعين، النخلة من الرياح اش كثر هم تحمل، وقعنا على الأرض شبه الندم حسبين، الطيرة من تشوف النسر صح تجفل، غربنا بدرب أشواك وي عاقول، وردينا حساف العين بس تهمل، نهرنا من تلاقه صاية معزبين، نهرنا من تلاقه صاية معزبين، وعيون نحبهم بالعتب تثمل، نواطير انزرعنا ردنا منهم ليل، شمسهم غبشت ونهارهم يسعل، شاورنا العقل قلنا له غلطانين، قال انت عزيزي ليش ما تسأل، تهدل للفشق حاضر اظن الموت، رميات الصلح مطلوبة للي يعقل، عيش شراع شاخص ما تهزك ريح، الما يعرف طيبتك ثق للضوى يجهل، سن طبع الوفا وراويهم الطيبات، وخل زمورهن تتراجف تهلهل، خل زمورهن تتراجف تهلهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أحبتي الأخوة الأساتذة الشعراء المتواجدين، وصلنا وإياكم إلى ختام أمسيتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله
ليس ختاما للنشاطات، وستستمر إن شاء الله نشاطاتنا خدمة منا لشعاعنا الأبطال الذين يستحقون الاحتفاء، وستكون مقسمة إن شاء الله بين الشباب وبين الرواد، وستكون إن شاء الله الحصة الأكبر للشباب، لأننا يعني نريد أن ندفعهم للإبداع باعتبار أن الرواد هم أساتذتنا وقد وصلوا إلى ما يصلون إليه. ختاما دعوني أن أبتدئ بشكر الهيئة الإدارية ورئيسها لهذه الجمعية، بدءا بالشاعر الأستاذ أحمد عود الضاحي التميمي، والشاعر حيدر الربيعي، والشاعر مرتضى السعيدي، والشاعر علي هادي الفتلاوي، والشاعر رائد الياسري، والشاعر حسين الجبوري. طبعا أيضا حسين الجبوري نسينا وفاتنا أن نذكره، أيضا من الشعراء الذين يخدمون الجمعية بكل ما يملكون، رجل خدوم جدا وقدم للجمعية ما قدم لها. إذن أيضا لا يفوتنا أن نشكر الأساتذة الأدباء الذين وقفوا بظهر علي هادي الفتلاوي، بدءا بالأستاذ الشاعر عود الضاحي التميمي، وأيضا الشاعر أحمد عود الضاحي التميمي، وأيضا الأستاذ الصحفي والكاتب عبد الهادي البابي، والشاعر السيد مالك الشرع، والأستاذ فاضل ضامد، والأستاذ صفاء محمد الملا حسن، وأيضا الأستاذ علي حسين السعداوي، وأيضا كل من وقف بظهر علي هادي الفتلاوي، أيضا الأستاذ والإعلامي كاظم الرومي، والأستاذ الكاتب رياض العبيدي، وكل الذين وقفوا بظهر علي هادي الفتلاوي وأوصلوه إلى ما أوصلوه. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأستاذ علي هادي الفتلاوي على تجشمه العناء، وكان ضيفا خفيف الظل اليوم، وأرجو أن أكون أيضا كنت ضيفا خفيف الظل عليكم، وعذرا إذا فاتني بعض الأسماء وبعض الكلمات، وعذرا إذا تجاوزت بعض الشيء على اللغة العربية، وأنا على يقين أنني تجاوزت وبوجود الأستاذ عبد الهادي البابي. الله يحفظك. أنا أشكركم هواي وراح شوية غزل ختامي. يقول بالعسل متعجبين، قالوا يداوي، ما دروا بالشفتين سوى بلاوي، من كثر ما ينجاب اسمك بالحلوق، حتى العسل همراد من عندك يذوق. قالوا لي وصفنا الولف، قلت لهم تحزونه، لو شفت طوله وقدلة الشامرة فوق عيونه. ومربيه يا بعد القلب لما تمر مربيه، مو تدري احب نشوفتك يا شفتك ورديه. وخادم علي شكرا جزيلا ابو حسين. اذن ختاما هنالك شهاده تقديريه وكتاب شكر وتقدير للاستاذ الشاعر علي هادي الفتلاوي مقدم من كل شعراء كربلاء، سيتم تسليمه ان شاء الله في الامسيه القادمه. وايضا هنالك شهاده تقديريه من تجمعية الشباب للاستاذ الشاعر علي هادي الفتلاوي. احنا قررنا انه يكون تسليم الجائزه او الشهاده في يوم والامسيه في يوم. شكرا جزيلا لكم.